السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة تاع سباغيتي خفيف ظريف في وقفة توجد، يعني مون با نص ساعة راح تكون وجدتوه. والبنة ما نحكي لكمش، واحد البنة واحد المذاق ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها، على بالي راح تعجبكم. وهيا نفوتوا المقادير وطريقة التحضير. هنا في طنجرة ولا كيما تحبوا ديروا حبة بصل وحبة زرودية، رابيوهم مليح، يعني للزوج رابيوهم. هنا حبة البصلة هي صغيرة شوية ماشي كبيرة، يعني تكون موايا. مام حبة الزرودية تكون ماشي كبيرة بزاف. بعد ما نقليهم شوية نضيف لهم مورفة صغيرة تاع طماطم مصبرة. بعد ما تقلاو نضيف لهم كمية من الفيونداشي، حتجي بزاف بنينة بالفيونداشي. نفتو مليح بهذا الشكل، ما تخليوش يعني مكتل. وتقدروا حتى ديروها بالدجاج المرحي. هنا نجي لي زيبيس، درت رشة تاع الثوم. هنا زدت رشة تاع توابل اللحم، حوالي مورفة صغيرة. زدت الفلفل الكحل، وهنا زدت الزعترة. هذا مكان ونخلطهم مليح. وما تنساوش الملح، ونقليهم مليح. هنايا نضيف الطماطم اللي كنت نحيت لها الزريعه تاعها اللي في الوسط ورحيتها مليح. انا ما كانش عندي بزاف طماطم، درت غير حبه كبيره. نتوما ديروا زوج حبات طماطم كبار باش تجيكم لاصوص يعني عاقده بزاف وحمراء. انا بنت لي لاصوص شويه ماشي حمراء. زدت الفلفل الاحمر، ونمرقها بحوالي كاس صغير تاع الماء ونخليها طيب، يعني ما تطولش، مو ب10 دقائق تلقاوها طابت. يعني سهله ماهله ولاصوص جات يعني بنينه. نغلق عليها ونخليها طيب. شوفوا بعد ما طابت لي النتيجه اللي تحصلنا عليها، يعني تجي حمراء هايله ما شاء الله. بعد ما طابت لاصوص نجي نضيف لها سباغيتي اللي كنت غليتها في الماء والملح وقطره تاع الزيت. متخليوهاش طيب بزاف، انا خليتها سباغيتي هذه 10 دقائق. ونقلبها مليح، يعني الغاز هنا يشعل باش السباغيتي تمتص هذيك لاصوص. ونخلطها مليح حتى يعني تمتزج. وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. في هذه المرحله تقدروا تضيفوا الفرماج يعني اللي يحبوه، ولا تخليوها كيما راهي وشيبوها هكذا وجات تهبل، يعني والله جات بنينه راني نحلف. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم وجربوها وعينيكم غامضين. سورتو هاد لاصوص بزاف هايله، تقدروا ديروها يعني في غراتان ولا مع لابيوري، ماشي لازم مع سباغيتي. وهذه كانت وصفتنا، نتمنى تكون عجبتكم وبسلامه.